السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شهدت محطة نقل المسافرين بالمسيلة مساء البارحة حادثة غير مألوفة أثارت الكثير من التساؤلات والجدل، حيث توقفت حافلة خط سطيف بالشار بشكل مفاجئ ليتفاجأ الركاب بعدم وجود السائق الذي اختفى عن الأنظار بشكل غامض. وحسب روايات بعض المسافرين فقد انتظر الركاب لأكثر من ساعة كاملة بحثا عن السائق دون أن يظهر له أي أثر، ما زاد من حالة القلق والتوتر داخل المحطة. مصارح الشرطة حضرت بسرعة إلى عين المكان من أجل التحري حول الواقعة، بينما تم توفير سائق بديل لقيادة الحافلة وتمكين الركاب من مواصلة رحلتهم. الحادثة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة مع تداول فرضيات متعددة حول سبب اختفاء السائق، بين من يرجح أن الأمر قد يكون مرتبطا بوعكة صحية أو ظرف طارئ، وبين من يخشى أن تكون مجرد ردة فعل غامضة أو حتى زكارة كما وصفها بعض الركاب الغاضبين. ويبقى الجميع في انتظار نتائج التحقيقات الأمنية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اختفاء السائق، مع تمنيات الجميع أن يكون بخير وسلامة.